لما بقى يكون عندك 3 قطع جبنه قريش وتحوليهم لنص كيلو جبنه رومي، يبقى انت كده بقى فعلا تستاهلي ان جوزك واولادك يقولوا عليكي مامي بقت شيف. لا ومش بس كده، لا وكمان هتطلع معاكي زي اللي بنشتريها من بره ويمكن احسن كمان. يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي. بس يا ريت تدعموا بس الفيديو ده بلايك علشان بس الفيديو يوصل لاكتر متابعين وكمان الكل يستفيد منه. في الاول خالص كده معانا 3 قطع من الجبنه القريش. اهم حاجه لازم ايه بشوكه كده نبدا نهرس الجبنه، وهنعمل منها كده او هنعايرها في كوبايات. انا هنا محتاجه الكميه بالظبط اللي انا محتاجاها، كوبايه ونص من الجبنه القريش. هي كده خلاص معايا كده الجبنه بقت جاهزه معايا. هنضيف بقى كده عليها شويه اضافات. اول حاجه خالص بضيفها هي نص معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكربوناتو، ممكن نستبدلها بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وهنضيف كمان نص معلقه صغيره من الملح، وكمان معلقتين كبار من الزبده. مهمة جدا الزبدة هنا علشان تديها طعم الحلو، وكمان علشان تدي الجبنه اللون الجميل اللي احنا ايه بنشتريه من بره. بعد كده قلبتهم بقى مع بعض، وهاخد الطاسه دي ارفعها على النار. اهم حاجه النار لازم تكون هاديه جدا، وهنقلب باستمرار. لو لاحظتوا هنا هتلاقوا ان الجبنه بتنزل كميه سوائل كتيره وبتتحول معانا للبن بالشكل ده. ما تقلقوش خالص، احنا هنفضل نقلب عليها باستمرار. وهنا بقى هاكد عليكم تاني ان النار لازم تكون هاديه جدا، وبنفضل نقلب لحد بقى ما بنلاحظ كده ان كميه السوائل بتبدا تقل معايا، وكمان اللون بيبدا يتغير معايا زي ما انتم شايفين. بعد شويه كده بنلاقي خلاص ان ما عادش عندنا سوائل خالص. وعشان تتاكدوا ان احنا بالمعلقه بنقوم جايين كده عاملين زي خط في النص، مش بنلاقي اي سوائل خالص، يبقى هي كده ده القوام اللي احنا عايزينه. دلوقتي بقى هنضيف 8 كيلو من الجبنه. والجبنه الرومي اللي انا استخدمتها هنا جبنه رومي قديمه. طبعا الطعم في الاخر بيجيلك على نوع الجبنه اللي انت استخدمتيها. وهنرجع تاني برضو على نار هاديه، هنفضل نقلب فيهم باستمرار لحد بس ما الجبنه تبدا تدوم معانا خالص. اول لما الجبنه تسيح كده مع بقيه المكونات ونحس ان هم خلاص كلهم كده بقوا كتله واحده، خلاص كده هنطفي النار وهنخلي بقى الجبنه يا دوبك بس تبقى دافيه معايا، وهنكمل بقيه الخطوات. لو لاحظتوا يا جماعه هنا هتلاقوا ان الجبنه بتمط معايا. شوفوا كده المطه دي، ده كده الجبنه. وكمان بتبقى عامله كده ايه زي دايره صغيره. بصوا خدوا بالكم من الخطوات مظبوطه علشان في الاخر الجبنه تطلع معاكم مظبوطه جدا. هنا بقى بعد ما الجبنه بقت دافيه معايا، بعد ما طفيت عليها النار وبقت دافيه معايا، هحطها بقى كده في الكبه، وهبدا كده بقى ايه اضربها في الكبه كويس. لو لاحظتوا بتلاقوها كده ايه ان هي بتتضرب معايا في منتهى السهوله. وهجيب بعد كده نص كوبايه من اللبن، هضيف عليهم معلقتين كبار من النشا. وزي ما انتم شايفين ده بيبقى حجم المعلقه اللي احنا عايزين نحطه. هنقلبهم كويس مع بعض، وهناخد بقى الخليط بتاع النشا وهنبدا بقى نضيفه على الجبنه الرومي، وهنخلطهم كويس مع بعض. لو لاحظتوا بقى في الخطوه دي ان انا عايزه الجبنه الرومي تبقى جبنه كده كريمي، عارفين كده الجبنه الكريمي اللي احنا بنشتريها من بره، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. محتاجين الجبنه يبقى قوامها كريمي بالشكل ده. هنرجع تاني نرجعها في الطاسه، وهنرجع تاني نشغل عليها النار، والنار لازم تكون هاديه جدا، وهنفضل نقلب باستمرار. بس هنا بقى هنضيف بقى ايه زي 3 نقط كده 4 نقط من لون الطعام الصحي الاصفر. ولو مش متوفر عندكم اللون ده، ممكن نستخدم نص معلقه صغيره من الكركم. وهنخلطهم بقى كويس مع بعض. وهنا بقى المرحله دي في التقليب بتبقى اسهل بكتير من المرحله الاولى. يا دوبك يا جماعه كده خدوا بالكم لانها ايه يعني يا دوبك كده بتاخد دقيقتين 3 وبتبقى خلاص الجبنه مظبوطه معايا. لو لاحظتوا ان احنا هنا بنقلب علشان في الاخر الجبنه تجيلنا كده زي قطعه العجين في الاخر، وبنلاقي الطاسه في الاخر معانا نظيفه جدا. بصوا اهو، كل ما بنقلب اكتر كل ما بنحس كده ان الجبنه الرومي بدات كده تعمل كده ايه زي الكتله كده او زي الدايره الصغيره زي بتاعه العجين. خلاص كده ده الجبنه بقت جاهزه معايا. اخر حاجه بس بحطها شويه كده من الفلفل، وطبعا خطوه الفلفل اختياري يعني ممكن تستغنوا عنه خالص. وهنا بقى هنديهم كمان تقليبه كده حوالي دقيقه واحده، وكده بتكون الجبنه الرومي بقت جاهزه معايا. ولو لاحظتوا كل ما بنقلب او ندي كده للجبنه الرومي تقليبه كده على الناحيه التانيه، بنلاقيها كده ما شاء الله بقت عامله زي القطعه الواحده، وبقت عامله كده زي قطعه العجين. هنطفي بقى النار وهنخلي كده الجبنه تاخد كده من الحراره بتاعه الطاسه كده حوالي دقيقه كمان. وكده الجبنه الرومي بقت جاهزه معايا. شايفين اللمعه اللي موجوده فيها؟ هو ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه للجبنه الرومي. لو وصلت معاكي بالشكل ده كده هتاكلي احلى جبنه رومي، ويمكن كمان بيكون طعمها زي الجبنه الفلامنك اللي احنا بنشتريها من بره. جبت كده طاجن، طبعا دهنته بالزيت، دهنه خفيفه خالص من الزيت، وبعد كده
حطيت الجبنة الرومي، وأهم حاجة لازم نسويها كويس جدًا، وهنسيبها بقى لحد ما تبرد معايا خالص. بعد ما بتبرد معايا بنبدأ بقى نغطيها كده بأي كيس من أكياس التلاجة. لازم الجبنة الرومي قبل ما نحط عليها كيس لازم تبرد معانا كويس جدًا. ويا ريت بقى تنزلوا تحت تحطوا لايك للفيديو، يعني بعد إذنكم علشان بس نرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد من المتابعين. بعد كده جبت حلة وحطيت فيها كده شوية من المَيّة، يعني زي تُقل كده أحطه على الجبنة الرومي علشان بس تطلع متماسكة معايا في الآخر. وهاخد الجبنة الرومي أحطها في التلاجة حوالي يومين، وبعد كده بقى هنخرجها من التلاجة بعد يومين، وتعالوا بقى نشوف هل هي فعلًا جبنة رومي أو لأ. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله يا جماعة، 3 قطع من الجبنة الرومي عملوا لي كده، أو 3 قطع من الجبنة القريش عملوا لي كده في حدود نُص كيلو من الجبنة الرومي. تعالوا كده بقى مع بعض نقطعها واوريكم من جوه شكلها عامل إزاي. والله، والله، والله طعمها قريب جدًا، جدًا، جدًا من الجبنة الفلامنك اللي إحنا بنشتريها أصلًا، أغلى كمان من الجبنة الرومي. شايفين شكلها عامل إزاي؟ وتعالوا كمان نقطعها كده مع بعض. أحلى سندوتشات جبنة رومي ممكن تقدميها لأطفالك وهم رايحين المدارس أو الحضانات بالشكل ده، شايفين؟ وكمان اقتصادية جدًا. كل الحكاية من 3 قطع جبنة قريش على كمان 8 كيلو من الجبنة الرومي هتعملي بيها أحلى جبنة رومي. وتعالي بقى هنا كمان لما أقول لِك إزاي تحتفظي بيها في التلاجة أطول فترة ممكنة من غير ما تبوظ معاكِ خالص. بتجيبي علبة من علب التلاجة وتحطي فيها كده مناديل مطبخ وتبدأي ترصي فيها الجبنة الرومي. بس أهم حاجة بين كل طبقة والتانية لازم تحطي قطعة كده من مناديل المطبخ. وأظن بقى بعد المنظر القمر ده أنا عايزة الكومنتات يا جماعة، ما فيش فيها غير تسلم إيدِك يا أم ليلي. وكمان تسيبوا لي طبعًا تحت أنتم بتتابعوني من أنهي بلد. أنتم عارفين إن أنا باحب أشوف كومنتاتكم جدًا وبافرح بيها، وفعلًا باحاول على قد ما أقدر أرد على أكبر جزء فيها. طول الوقت واحنا بنعملها بالطريقه العاديه لحد بقى ما عرفت السر من صديقه عندي من دوله ليبيا. مش قادره اقول لكم يا جماعه على الجمال والروعه والحلاوه. بجد بجد لو شفتوا الطريقه دي هتنبهروا فعلا بيها. في الاول خالص كده جبت حله حطيت فيها حوالي 4 معالق كبار من الزيت، وبعد كده نزلت عليهم ببصله كبيره مفرومه ناعم في الكبه. هنا بقى على نار هاديه هنفضل نقلب في البصل باستمرار لحد ما لونه يتغير معايا. انا هنا عايزاه يدبل معايا، وكمان عايزه البصله كده تاخد معايا لون ذهبي، مش عايزه احرقها خالص. اول لما البصل ياخد معايا اللون الذهبي الجميل على طول هننزل عليهم بفصين من الثوم، وهنقلب الثوم لحد ما ريحته تبدا تظهر معايا. بعد كده معانا نص كيلو من الطماطم ضرباه في الخلاط، واهم حاجه لازم نصفيه من اي حاجه موجود فيها. هناخد بقى الطماطم كده ونبدا نضيفها على البصل، وهضيف كمان معلقه كبيره من الصلصه المعلبه. هخلطهم بقى كويس مع بعض، وهضيف بقى دلوقتي معلقه صغيره مليانه من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان نص معلقه صغيره من السكر علشان الحموضه بتاعه الطماطم، وكمان نص معلقه صغيره من السبع بهارات. وهنا بقى كمان عايزه اقول لكم ان هم في ليبيا مش بيضيفوا خالص السكر على الطماطم، بس انا هنا ضيفاها علشان الحموضه بتاعه الطماطم. على نار هاديه بقى هسيب الصلصه لحد ما تتسبك معايا وتجيلي بالشكل ده. هديها كده تقليبه. واخر حاجه بس هنا بضيفها ان انا بضيف ميه، وطبعا كميه الميه اللي بضيفها على قد نص الحله، لان هنا هستخدم كيس من المكرونه. اما لو هتزودي كميه المكرونه فهتزودي شويه كمان من الميه. هغطي بقى على الحله واسيب الميه لحد ما تغلي معايا وتجيلي بالشكل ده. في المرحله دي لازم ندوق الميه ونشوفها اذا كانت هي محتاجه ملح ولا لا. انا هنا حسيت ان الصلصه محتاجه معايا شويه ملح فضفت شويه ملح. وبعد كده بقى نزلت عليهم بالكيس من المكرونه. والمكرونه اللي انا استخدمتها المكرونه اللي هي حجمها صغير. هنغطي بقى على المكرونه، بس اهم حاجه بين كل فتره والتانيه لازم نفتح على المكرونه ونديها تقليبه، والنار لازم تكون اقل من وسط علشان نضمن ان المكرونه تكون مستويه معايا جدا. بعد شويه صغيرين يعني بعد حوالي كده ربع ساعه كانت المكرونه استوت معايا جدا بالشكل ده. بس اهم حاجه هنا ان احنا مش بننشف الصوص من عليها، لا احنا بنسيب فيها شويه من الصوص بالشكل ده، لان ده هو السر في المكرونه اللي بتتعمل في ليبيا. طبعا انا هنا مش عامله جنبها لحمه ولا عامله جنبها فراخ، هي مكرونه عاديه جدا. طبعا هم هناك بيعملوا المكرونه دي بيحطوا جواها لحمه او جواها فراخ، وطبعا احنا عملناها مع بعض كتير جدا. تعالوا كده نغرفها ونحطها في طبق التقديم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفه جميله جدا وحلوه قوي. بس هنا بقى عايزه اقول لكم على نقطه مهمه جدا، ان المكرونه دي لازم تتاكل وهي سخنه، لانها لو بردت شويه بتبقى ماسكه في بعضها. فهي لو بردت شويه ممكن تدخليها الميكروويف بتطلع زي ما هي بالظبط، وبيبقى برده فيها شويه من الصوص. اظن بقى بعد المنظر القمر ده انا عايزه الكومنتات كلها ما فيش فيها غير تسلم ايدك يا موليلي. وكمان سيبوا لي ارائكم تحت في الكومنتات، محتاجين ان شاء الله الايام الجايه الفيديوهات تكون صامت ولا بصوتي. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وبالف هنا وشفا.